مرحبا بكم في ليلة لا تنسى، بل لعلها الأسوأ هذا الموسم لريال مدريد داخل ملعب سانتياغو برنابيو. إليكم نشرة اليوم. أحداث متلاحقة وقرارات تحكيمية غريبة قلبت المباراة رأسا على عقب. في المباراة نفسها حدث ما لا يمكن تصديقه: طرد إندريك، طرد ألفارو كاريراس، ثم لحق بهم فران غارسيا بالبطاقة الحمراء أيضا. 3 حالات طرد لريال مدريد في مباراة واحدة، مشهد لم يتخيل أحد حدوثه. ثم جاءت الضربة الأكبر، إصابة عضلية لإيدير ميليتاو ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر كاملة، لتزداد معاناة ريال مدريد أكثر فأكثر. ليس هذا فقط، بورخا إغليسياس يوجه ضربة مباشرة لجود بيلينغهام على وجهه، نزيف واضح أمام الكاميرات. ومع هذا كله لا بطاقة صفراء ولا حتى مراجعة للفار. النتيجة: خسارة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو داخل البرنابيو. ومع هذه الهزيمة تتبخر الصدارة لتذهب إلى برشلونة بفارق 4 نقاط. أما في الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يصدم أرسنال، وتتوقف سلسلة أرسنال التي امتدت 18 مباراة دون هزيمة. المفارقة: مدرب أرسنال السابق أوناي إيميري هو من أوقف قطار أرسنال هذا الموسم. أما مانشستر سيتي فهو الآن على بعد نقطتين فقط من استعادة صدارة البريمير ليج، بينما ليفربول أصبح في وضع لا يحسد عليه. فشل في الفوز في 8 من آخر 10 مباريات بالدوري، وأبو الدكة محمد صلاح خرج بتصريحات نارية. في خضم هذه الأزمة فجر النجم المصري محمد صلاح تصريحات هزت النادي، يقول فيها: أنا محبط للغاية من جلوسي على الدكة ل3 مباريات. هناك من لا يريدني في هذا النادي. علاقتي مع المدرب جيدة، أحب هذا النادي وسأظل أحبه حتى أولادي يعشقونه، لكن ليفربول يرميني تحت الحافلة. تصريحات نارية هزت أجواء ليفربول. وأضافت الصحف أن محمد صلاح لن يسافر مع ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر، ورغم أنه شارك في التدريبات إلا أن القرار الفني جاء من آرن سلوت والجهاز والإدارة على أن يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وهكذا كانت نشرة مالاكورا لهذا اليوم. إذا وجدنا دعمكم سنستمر وسيحفزنا هذا. كان معكم مالاكورا، نلتقي في النشرة القادمة.